السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التشمة اليوم وصلنا مقطع فيديو بمزاد التشمة الكيلو الواحد ب70,000 دينار عراقي. كل احنا نعرف انه التشمة يعني يشبه اللحم، سعر اللحم من 10,000 الى 15,000 حسب النوعية. يعني بدل ما اشتري كيلو تشمة اشتري 5 كيلوات او اكثر لحم. لكن انا ما اكتفيت بهذا الشيء ورحت للجوجل وصار رايي ابحث عن فوائد التشمة. اول شيء شلون يصير التشمة؟ هو غاز النيتروجين والهيدروجين موجودان في الجو، يتحدان عندما تحدث الشرارة الكهربائية الا وهي البرق، وعندها يتكون مركب اميني ينزل للارض ويصبح يدور بحركة سريعة يجمع الاملاح والمعادن الموجودة بالتربة مكونا هذه الدرنات باهظة الثمن، يعني لا بذور ولا جذور، وهو يعادل اللحم من ناحية المحتوى والفائدة والطعم. هذا بخصوص تكوينه. أما بخصوص فائدته، فوائد التشمة: أول شيء غني بالمواد الغذائية، 2 محارب للسرطان الله يكفيكم الشر، و3 مخفف للالتهابات، و4 غني بمضادات الأكسدة، و5 محارب للاكتئاب. وأيضا له فوائد أخرى مثل تأخير الشيخوخة، وحماية الكبد من أي خلل أو مرض، وحماية جهاز الدوران من الأمراض، ويكون بديل للحوم، يعني يفيد الأشخاص النباتيين. وأيضا له وقاية من أمراض العيون المختلفة، ويحارب البكتيريا. هاي كل الفوائد بالتشمة. أما دينيا، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له حديث يوصي بأكل التشمة. وأيضا مرة من المرات أنا كنت في علوة النجف الأشرف وشفت مزاد على التشمة، وأيضا كان سعره يمكن بحدود 40,000 للكيلو الواحد. فسألت أحد الأشخاص قلت له ليش الناس كاتلة نفسها على التشمة؟ بدل ما يشتري كيلو تشمة ب40,000 يشتري له، يقدر يشتري 3 كيلوات لحم طبيعي وياكل. قال الناس تحب التشمة لأن يعتبر الأكلة المفضلة لفاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. هذا حسب ما قال لي أحد الأشخاص في النجف الأشرف. على كل حال، هذا كل ما لدينا بخصوص موضوع اليوم، أتمنى ينال إعجابكم. أخوكم على سلطاني، سنلتقيكم إن شاء الله في مقطع آخر. إلى اللقاء.